عسلامة. باش نحضروا ريسيت بنينة برشا اللي هو جاتو برقدان. كيما نشوفوا في التصاور جاتو يشهي بنينة برشا وخاصة طرية على الاخر. ان شاء الله تجربوا الريسيت اكيد باش تعجبكم. اول حاجة باش نبدا بها هي باش ناخذ كيما هكا كعبتين برقدان ونقصهم جويدين. نحاول باش هكا لي ترونش يكونوا جويدين بالكدا باش تعطينا نتيجة فينو وتبدا مزيانة فوق الجاتو. دونك ديما نحاول نعمل دي ترونش يكونوا جويدين باش نزين بيهم وجه الجاتو. نحي زاده القلوب. عندي لهنا 220 غرام سكر وزدت عليهم 250 غرام ماء. نحرك هكا حتى لين نذوب السكر ونحط الكسرونه على النار وين ما يغلي الماء. وقتها باش نسقط فيه لي ترونش نتاع البرقدان اللي قصيته. هذا السيرو بدا يغلي توا نغطس ترونش البرقدان اللي حطيتهم ونخلي لي ترونش نتاع البرقدان يغليو في السيرو هذا لمده 10 دقائق. نحركهم كيما هكا ونحطهم يغليو. هنا البرقدان عدى 10 دقائق على النار. دونك كيما نشوفوا طرا توا باش نصفيه ونستحفظ بيه على شيره باش من بعد باش يكون هو الزينه نتاع الجاتو. تنشوفوا وقتاش باش نزيدو. عندي لهنا 350 غرام فرينه نزيد عليهم مغرفتين صغار خميره بالميزان 12 غرام خميره نتاع جاتو. بالنسبه لتحضير الجاتو عندي لهنا 3 كعبات عظم زدت عليهم ساشي سكر فاني و باش نركضهم مع 240 غرام سكر. دونك نركض بالكدا حتى لين يتخلطوا مليح والمزيج ما بيناتهم يبيض. كما نشوفوا توا الخليط تضاعف ولا ابيض كيف الموس. في المرحله هذه باش نزيد الزيت نتاع كعبتين برقدان ومن بعد المواد السائله اللي هي 125 ملل زيت 250 ملل جو نتاع برقدان. واخر حاجه هي المكونات الجافه اللي هي الفرينه مع الخميره. دونك نزيد على مراحل بشويه بشويه وانا نركض. هذا طبق اللي باش نستعمله. دونك هو الديامتر نتاعو 24 سنتيمتر. دهنته بالكدا بالزبده وتوا حطيت تحته بابي كويسون. وكيما هكا ناخذ في القياس نتاع الفون نتاع الطبق باش كيما هكا نرشم الدوره نتاعو ومن بعد نقص. نغطي دونك المول بالبابي كويسون وندهن الوجه هذا بالزيت ونبدا نستف طروف البرقدان. كيما شفنا زوز برقدانات متوسطين هما كافيين باش يغطيو القاع نتاع المول هذا اللي هو كيما قلت 24 سنتيمتر. بالنسبة للفور حطيته من بكري يسخن على 180 درجة. توا ندخل الجاتو تجيب 40 دقيقة. لهنا عصرت زادا 250 مليلتر من البرقدان. دونك عندي هنا 250 مليلتر جو نتاع برقدان. نزيد عليهم 3 مغارف كبار سكر ونحطها تغلي على النار 15 دقيقة. دونك هذا باش يكون سيرو عقد شوية اللي هو باش نسقي بيه الجاتو من بعد ما نخرجوه من الفور. عصرت البرقدان وصفيته باش ما تبداش فما تفش نتاع البرقدان باش من بعد كيف نسقي ما تفسدليش المنظر نتاع لي ترونش نتاع البرقدان اللي انا حطيتهم. نخلي البرقدان والسكر يغلي 15 دقيقة ونخليه من بعد يبرد. واخر حاجة باش نسقي بيه الجاتو كيف يخرج من الفور. هذه الجاتو طابت باش نقلبها في الصحن. بالنسبه للجاتو ماذا بينا ما نخليوش يطيب اكثر من اللازم باش البرقدان ما يتحرقش. دونك كيف يحمر نخرجوه. دونك
هذا الجاتو بعد ما صبيت عليه السيرو. بالنسبة للجاتو يكون سخون والسيرو يكون دافي شوية.